السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها، مكملين في سلسلة فيديوهات الاسنان، مكملين في ايات سورة الحجر. معانا الايات النهارده بداية من الآية رقم 5. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. دي كده آيات النهارده. ندخل في حلقة النهارده على طول. لو بنت عندها سنتين ونص يا دكتور، ضرسها وجعها، ينفع نخلع لها؟ ينفع عادي نخلع لها، لأن الأطفال في السن ده بيبقى صعب إنك أنت تحشرهم، فبيكون الخيار الأفضل إنك أنت تخلع له. ده في حالة لو كان الضرس وجعها جدا، لو أنا مش هخلع عمال على بطال عشان ما أعملش مشاكل تقويم بعد كده واضطر أركب حافظ مسافة. بس لو كان الضرس وجعها فعلا وخدت علاج وما جابش نتيجة. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.